120 كاين هذه 120 بليزيور موديل متخير. مثلها مثل أي بضاعة أو سلعة تصنع وتسوق حسب الطلب، بالشكل، بالحجم، باللون وبالثمن الذي يناسب. إنها لوحة الترقيم، فأين التشريع؟ والله ما على بالي، والله ما على بالي. يقول لك كاين بلاكا، قانون بلاكا واحدة. كاين حتى قانون، كاين قانون بيضاء وصفراء لافونلاريير، هذه باينه، بصح حاجه واحده اخرى لي كولور لي موديل، كل واحد واش يحب. فوضى الترقيم بحظيرة تحصي ملايين المركبات، تخضع للوحة ترقيم عمرها تجاوز 4 عقود، مدة تطورت فيها التكنولوجيا بشكل رهيب في الوقاية من شبكات السرقة للمركبات في الكثير من دول العالم. عندنا دخلت إحدى الشركات على الخط بعرضها منتوجا جديدا للوحة ترقيم مؤمنة ومصممة على الطريقة الألمانية. وفيها أهم شيء سكون ابل لابوس، هذه بطاقة ذكية تحمل كل المعلومات المتعلقة بالسيارة والمعلومات المتعلقة بمالكها والمعلومات المتعلقة بالتأمين تاعها. يعني هذه البطاقة هذه تسمح لمختلف المصالح الأمنية أو مصالح المراقبة بمعرفة أدق الأمور على حول هذه السيارة. بالإمكان توفير 25 مليون لوحة ترقيم تحمل شريحة يستحيل اختراقها، بل ما في داخلها من معلومات مؤمنة هي بمثابة بطاقة تعريف للمركبة تكفي لتسهيل مراقبتها عن بعد. هذا الرادار راح يستقبل الإشارة من عند لابيس ويمد المركز المراقبة، يمد كل المعلومات حول السيارة، مواصفات السيارة، وحتى يعني عن طريق كما تكلمنا من قبل، عن طريق هذا النظام ننظم حركة المرور ونراقب كل السيارات المتحركة. المرحلة الآن هي في طور العرض، أما الإنتاج فسيدخل متى ما وجدت المبادرة القبول من الجهة المعنية بها.